انا عارف ان المنظر اللي في ايدي ده ممكن يكون مخيف او مرعب او يخوف اي حد بيشوفه. بابا نفسه لما شافه اتخض. مش بعمل كده عشان الفت الانتباه زي ما الناس بتقول عليا. انا فعلا ما بقاش عارف اتصرف ازاي. انا بحاول البس بكم طويل، بحاول البس هدوم واسعه، وحتى لما حد بيسالني ايه اللي في ايدك ده بقول له اتعورت بالصدفه. انا كل اللي محتاجه اعرف اتصرف ازاي مع الخوف، مع الغضب، مع الخزي. مش عارف اتصرف معاهم ازاي. يمكن لما بعور نفسي بعرف اتصرف، بعرف اعمل ايه مع الجرح، بس مش عارف اعمل ايه مع المشاعر. مش عارف اقولهم بالكلام بالمناسبة، مش عارف اقول انا حاسس بايه، ولا عارف اسميهم، ولا عارف اتصرف معاهم، ولا عارف اخلص منهم. ده حتى كمان بعد الجرح بحس بخزي وبحس بالذنب، واطلع الاقي مشكلة كبيرة في البيت، فلاقي مشكلة اكبر من المشاكل اللي عندي. انا فعلا مش عارف اتصرف. يمكن ما اكونش محتاج حد ينتقدني قد ما محتاج حد يسمعني، يقبلني، ما يحكمش عليا، ويساعدني، يقول لي اتصرف ازاي، اعمل ايه. بابا انا مش محتاجك تخاف مني، انا محتاجك تخاف عليا، انا محتاج تسندني. لو عاوز تعرف حل المشكلة، لايك، سبسكرايب، وتابعني في الفيديو الجاي عشان اقولك بالظبط تقدر تعمل ايه.